قعدنا نتكلم كتير ونقول مفيش أعظم من الشاورما السوري. يا جماعة في حاجة اسمها شاورما الفراخ المصري، بجد كمان تحفة. أنا أمنية سامي من قناة وصفات سهلة وسريعة. اللي لسه أول مرة يشوفني منساش يعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهاردة هي شاورما الفراخ المصري، بجد من الوصفات السريعة جدا وكمان سهلة جدا جدا جدا. فيلا معايا عشان تشوفوا طريقتي بالتفصيل. اول حاجه بنجيب نص كيلو من البانيه ونقطعه شرايح رفيعه جدا، ونجيب بصلايه كبيره مضروبه كويس جدا في الكبه ونحط عليها التوابل، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقتين كبار من الخل. ونضرب كل ده جدا كويس مع بعض لحد ما المكونات كلها تتمتزج مع بعض كويس قوي. وبعدين ننزل بالفراخ بتاعتنا فوق الخليط ده ونميكس كله مع بعض كويس عشان كل قطعه فرخه تخش فيها التتبيله. في حاجه كمان ممكن تحطوا علبه من الزبادي بتديها فعلا طعم خرافه، بس انا يوم ما عملت الوصفه دي ما كانش عندي زبادي فما نزلتهاش، بس الزبادي فعلا بتديها طعم رهيب. من المستحب نسيب الفراخ في التتبيله لمده ساعه قبل ما نسويها على البوتاجاز. لو انتم من الناس اللي بتحب تجهزوا اكلكم قبلها بفتره، ممكن بعد ما تتبلوا الفراخ تحطوها في كيس في الفريزر وطلعوها وقت الاستخدام، تحتفظ في الفريزر عادي جدا بالتتبيله بتاعتها. هنا كنت نزلت معلقتين كبار من الزيت، اول ما يسخنوا كويس قوي ننزل بالفراخ بتاعتنا ونشوحها تشويحه كويس كده لحد ما تغير لونها شويه. ميزه الفراخ عن اللحمه ان الفراخ مش بتاخد وقت خالص على البوتاجاز، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعه وبتكون جاهزه وبتستوي على طول. هنا بعد ما عدى حوالي 10 دقايق كانت بدات الفراخ تشرب كل الصوص اللي فيها، كنت حسيت انها فاضل لها 5 دقايق كمان وتقرب على السوا، فاضطريت ازود لها حوالي نص كوبايه من الميه عشان تكمل سواها في الميه دي، واغطي عليها واسيبها 5 دقايق كمان لحد ما تكمل سواها. هنا هبدا انزل بقى بالملح بتاعي. زي ما انتم عارفين اي لحوم بنحب نسويها على البوتاجاز بنحط الملح اخر حاجه عشان هو بيخلي اللحوم تشد وما تبقاش سريعه انها تستوي، فبنحط الملح اخر حاجه. هنا الفراخ كانت استوت سوا كامل. هبدا بقى انزل بالخضار بتاعي، فلفل اصفر وفلفل احمر مقطعه طرنشات رفيعه. بحب انزل الخضار اخر حاجه عشان يبقى لسه ما يتبلش معايا، يبقى فيه زي يبقى كرانشي شويه. هبدا بقى اشوحه كويس جدا. طبعا لو انتوا بتحبوا الحار بتحطوا فلفل حامي، ملكوش في الحار ما تحطوش. انا هنا حطيت فلفل حامي، وبحط البقدونس اخر حاجه خالص قبل ما اقفل البوتاجاز على طول، عشان لو حطيته في الاول بيدبل ولونه بيتغير. زي ما انتم شايفين كده هاخده تشويحتين بسيطه واقفل على البوتاجاز على طول. بس كده الوصفه بتاعتنا خلصت. مفيش بجد اسرع من كده ولا اجمل من كده. عندكم كذا طريقه، ممكن تعملوا شويه مكرونه وتحطوا الشاورما على الوش يبقى طعمها خرافه. تعملوا شويه رز ابيض جنبها تاكلوها مع الرز. انا هنا استسهلت الصراحه وعملتها في سندوتشات مع شويه طحينه، بجد بيبقى طعمها رهيب. الاكل المصري برضو يا جماعه ليه مذاقه وطعمه الرائع، بجد كان سندوتشات جميله جدا بشويه طحينه او كاتشب حسب ما تحبوا مع شويه مخلل جنبهم، بتبقى اكله عظمه. واجمل ما فيها انها اكله سريعه جدا، لو بتشتغلوا او وراكوا حاجه وما تقدروش تعملوا اكل فهي ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه على البوتاجاز وبتكون جاهزه. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات كتير، واللي ليه اي وصفه او اي استفسار يكتب لي في الكومنت وانا ان شاء الله انفذها له. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.